السلام عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد مع أطباق زهرة. وصفة نهار اليوم طلبتها مني متتبعة لقناتي، وصفة كحك الغرب الجزائري بالزرارع. اليوم جبت لكم وصفة الكحك بنت زمان، خفيف وهش ويبقى لمدة أطول طري ما ييبش. نبدأ مباشرة في الوصفة. بسم الله. هنا المكونات اللي نحتاجهم موجودين في كل بيت. عندي كاس ناقص إصبع حليب دافي، كاس ناقص إصبع زيت. هنا عندي كاس نصفه ماء دافي والنصف الآخر نكمله بالماء الزهر. السكر في الوصفة الأصلية كاس مملوء سكر، أنا استعملت نصف كاس، نتوما استعملوا كاس مملوء سكر، أنا بغيت نقص من الحلاوة. ايضا عندي مبشور حبة ليمون، مبشور حبة برتقال، عندي ملعقة كبيرة ونصف خميرة الخبز، وهنا عندي تشكيلة من الزرارع، عندي ملعقة زريعة البسباس، ملعقة حبة الحلاوة، ملعقة شنان، وملعقة جلجلان مطحون، ملعقة فانيلا. الكحك غني بالنكهات. هنا عندي حبة الحلاوة وزريعة البسباس درتهم زرارع، والشنان والجلجلان طحنتهم. نخلط المكونات السائلة مع بعض ونزيد قرصة ملح، ونبدأ نضيف في الفارينة تدريجيا، ونزيد مع الفارينة كيس خميرة كيميائية ووزن 10 غرام. هنا حسبت عدد الملاعق نتاع الفارينة اللي استعملتهم، استعملت 25 ملعقة كبيرة معمرة مليح. الكاس اللي استعملت فيه السوائل حجمه 240 مليلتر، يعني في كل كاس يرفد لي 5 ملاعق فارينة، أي استعملت 5 كيسان فارينة. نوعية الفارينة اللي استعملتها سفينة، ومن الأحسن الكاس اللي تبدو به في السوائل كملوا به حتى في الفارينة، يعني المقادير مضبوطة. نلم بيدي العجينة، نخليها طرية ما نشفهاش بزاف. ها هي العجينة بعد ما لميتها راهي طرية. الآن نرش شوية فارينة على طاولة العمل، ونحط العجينة نتاعي نحلها بيدي بهذه الطريقة، ونضيف لها ملعقة مارغرين. هنا المارغرين نقطعها قطع صغيرة، نحطها في وسط العجينة كما راكم تشوفوا في الفيديو، ونبدا ندلك العجينة دلك خفيف كيما نديرو في خبز البريوش. بزاف اللي يقولوا لي الكحك غير يبات ليله ييبس، حاولوا ديروا ملعقه مارغرين، هي اللي تخلي الكحك نتاعكم هشيش ويبقى حتى ال5 ايام يبقى طري ما ييبش. ندلك مليح العجينه نتاعي تقريبا واحد 5 دقائق حتى تولي لي العجينه ملساء. شوفوا العجينه بعد ما دلكتها راهي طريه. الان نرد العجينه في الغيسيبيون، نغطيها ونخليها تخمر، كل ما خمرت مليح كل ما الكحك يكون ناجح. هنا بعد مرور حوالي 3 ساعات العجينه خمرت لي مليح، ضاعف حجمها. الان نهبط لها الخميره ونبدا نقطعها الى قطع صغيره. حجم كل قطعه اذا بغيتو تستعملوا الميزان، حجم كل قطعه فيها 50 غرام. انا هنا شكلتهم قطع صغيره، ما استعملش الميزان، درت غير بالتقريب. ونخليهم يريحوا شويه. الآن نجيب كرية من العجين نحلها بالحلال. طريقة تقليدية يجيبوا كرية من العجين يشكلوها حربوش، يغلقوها ويقطعوا، تجي شوية ثقيلة وتطول باش تخمر. هنا أنا جبت كرية من العجين نحلها بالحلال، ما نحلهاش رقيقة بزاف. نجيب هاد طرف من العجين نخلي شوية الهواء لداخل، وهذا الطرف أيضا نعاود نخلي الهواء، ونلصق الحبه بهذه الطريقه. نحاول نغلق مليح باش ما تنتحليش، نغلق الجوانب، نشكل حربوش. هذاك الفراغ اللي يبقى لي من الداخل كل ما تخمر العجينه كل ما يكون الكعك نتاعي خفيف.
الآن نفتح في جهة، والجهة اللي ملهيه نخليها رقيقة ونغلق بها بهذه الطريقة. بعدها نجيب موس ونقطع قطع كيما راكم تشوفوا. حاولوا تفتحوهم مليح القطع باش ما ينغلقوش كي ينخمروا. نحط ورق الطهي على البلا ونحط الحبة نتاعي ونخليها تخمر. نزيد حبة أخرى أمامكم. نجيب كرية من العجين نحلها بهذه الطريقة، نحط جانب من العجين والجانب الآخر بهذه الطريقة ونغلق. هاد الجهة اللي غلقتها دايما نخلوها من الأسفل باش ما تنفتحلناش كي تكون تخمر. نغلقها مليح، نشكل حربوش. هنا باش نغلق العجينة نجيب موس نحل هذا الطرف كما راكم تشوفوا، والطرف الآخر يكون رقيق ندخله في وسط هذيك الجهة اللي حليتها ونغلق مليح هكا باش ما تنحليش العجينة. ونبدأ نحل بالموس قطع صغيرة بهذه الطريقة. حاولوا تحلوهم مليح باش كي يكونوا يخمروا ما يتبلعوش. نفس الطريقة نكمل كامل الكمية اللي عندي نخليهم يخمروا. بعدها نجيب حبة بيض نزيد لها ملعقة قهوة سائلة وندهن الحبات نتاع الكحك. ها هما الحبات نتاوعي بعد ما خمروا ضعف الحجم نتاعهم. هنا هاد الكمية خرجت لي 20 حبة. بعدها نجيب كمية من الجلجلان وكمية من السكر بني ولا السكر الأبيض. بعد ما ندهن الحبات نتاع الكحك بالبيض نزيد نرشهم بالجلجلان ولا بالسكر، ندخلهم للفرن يطيبوا 160 درجة في الفرن. نشعل النار غير من الأسفل، كي نشوفهم طابوا مليح نشعل عليهم من الفوق، نحمر الوجه وهكذا الكعك يكون واجد. طريقة الاحتفاظ بالكحك بعد ما يبرد الكحك مليح حطوه في كيس بلاستيكي وغلقوا عليه يبقى طري لمدة أطول. هذه أسهل طريقة وأنجحها للمبتدئين. جربوها، بارطاجوا الفيديو باش الكل يستفيد، وإذا بغيتوا أي وصفة خلوها في التعليقات. إلى فيديو جديد ووصفة أخرى إن شاء الله. سلام.